السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل ايه؟ هنحل مع بعض الامتحان الرابع. تمام، الامتحان الرابع لغة عربية للصف الرابع الابتدائي، ودوت اخر امتحان هنحله مع بعض. تمام كده قبل ايه؟ شهر اكتوبر. امتحانات شهر اكتوبر. طيب اول حاجة السؤال القراءة، بنبتدي القراءة. الامتحان ايه؟ اول حاجة نبتديها القراءة. طيب ايه اللي حصل؟ خرج أحمد من المطار حاملا حقيبة تمتلئ بالهدايا. أخذ يتنفس هواء بلاده قائلا: كم يشعر فؤادي بالراحة على أرض الوطن. فأحمد كان مهاجرا وقد غاب عن وطنه مدة 20 عاما من أجل البحث عن الرزق، لكنه قرر العودة لأنه اشتاق إلى أهله ووطنه. طيب هنا هنعمل إيه؟ هنحل مع بعض ونقول أول حاجة مرادف يشعر. يشعر يعني إيه؟ هنا لو خدناها كده في الفقرة بيقول كم يشعر فؤادي، واحنا عارفين ان الفؤاد يعني القلب، صح كده؟ فؤاد يعني القلب. يشعر فؤادي يعني ايه؟ يشعر يعني ايه؟ ها، يضع، يجد، يحس ولا يلاحظ؟ يحس، يعني قلبي حاسس كده بالراحة. قلبي حاسس بالايه؟ بالراحة على أرض وطني. تمام كده؟ يبقى يشعره يعني ايه؟ يحسه. زي ما اقول انا حاسس، انا حاسس فانت حاسس بايه؟ بالشيء دوت. تمام، يبقى يشعره يعني ايه؟ يحسه. طيب ده علامة صح امام العبارة الصحيحة، وعلامة خطأ امام العبارة غير صحيحة. اول حاجة خرج احمد من المطار حاملا كتابا. ايه رأيكم؟ لا يا ميس، ما كانش حامل كتاب طبعا، خطأ. ده كان شايل الشنطة بتاعته، حقيبة فيها هدايا كتير. طيب تاني حاجة غاب أحمد عن وطنه مدة قصيرة. إيه رأيكم؟ لا يا ميس كتير، ده غاب 20 سنة. طبعا غلط، ده فضل إيه؟ فضل مدة طويلة. طيب هنا بقى لماذا قرر أحمد العودة إلى وطنه؟ طب قرر ليه العودة لوطنه؟ ليه بقى؟ هقول يا ميس هو اشتاق لأهله ووطنه. هو عمل إيه؟ اشتاق لأهله ووطنه. يبقى عمل إيه؟ أهو هنقول لأنه اشتاق إلى أهله ووطنه. يبقى هقول لأنه اشتاق، نفس الكلام، اشتاق إلى أهله ووطنه. هنجيب من الفقرة، مش هنجيب حاجة من عندنا. طيب كده خلاص خلصنا القراءة. تمام، نيجي على باقي على النصوص. بيقول إيه؟ سماؤك يا مصر أحلى سماء، وأرضك أرض الغنى والرخاء، جنودك أسد تصون البلاد، وتفدي البلاد بغالي الدماء. هنا جمع البلد، بلد واحدة. جمعها بقى هقول ايه؟ ها، هو قال اول حاجة ناخد بالنا انه احنا نجيب من البيتين. احنا هنجيب من الابيات اللي فوق دي. تمام، منهم هنجيب منهم. اول حاجة جمع البلد، موجودة يا ميس اهي. لو انا دورت كده فين؟ البلاد، برافو عليكم. يبقى هقول البلاد. هنا اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. يتحدث الشاعر في البيتين عن إيه؟ بيتحدث عن إيه؟ طبعا يا ميس بيتحدث عن الوطن. أحسنتم. هنا بقى يا مصر تعبير إيه؟ هي حقيقي ولا مجازي؟ تعبير يا ميس مجازي. ليه؟ لأنه هو إيه؟ هو كده تخيل إن مصر إيه؟ إن مصر إنسان عادي بنادي عليه، بقول يا مصر. يعني انا كاني بنادي على ايه؟ على إيه؟ على شخص كده، كاني بنادي على انسان. تمام. طيب هنا بقى بيقول من الذي يحمي البلاد كما تفهم من البيت الثاني. مين اللي بيحمي البلاد؟ ها، من البيت الثاني. ها، جنودك. ها، هنقول يا ميس اللي بيحمي البلاد. ها، انا قلتها جنود الوطن. طيب يبقى مين اللي بيحمي البلاد؟ جنود الوطن، أسود يا ميس. طيب هنحل ايه اللي بعدها؟ بس عشان القلم بيعلق. طيب هنحل بقى اللي بعدها. يبقى هنا قال ايه؟ يبقى هنا جنود الايه؟ الوطن. جنودك ايه؟ ها، أسد تصون البلاد.
طيب السؤال الثالث، القواعد النحوية والإملائية، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. هنا التلميذ مجتهد، التلميذ مجتهد. طيب هنا بقى التلميذ ماله، اسم ولا فعل ولا حرف؟ فكروا كده. يميس التلميذ فيها ألف ولام يميس، ودي من علامات الاسم، يبقى أنا هعمل على طول اسم. برافو عليكم. طيب هنا كتب الطالب الدرس، ما تحته خط، فعل كتب، كتب، ده هو كتب وخلص يميس، ده فعل ماض. تمام، برافو عليكم. طيب هنا لما يقول هل تحب الموزة، هل تحب الموزة، ده سؤال يميس بيسألني، علامة استفهام. أحسنتم. طيب الكتابة السردية، هنا قال في صباح يوم الخميس استيقظ، هنا استيقظ، لا أيقظنا، في صباح يوم الخميس أيقظنا أمنا حتى لا نتأخر عن استقبال والدنا في المطار، ارتدينا ملابسنا واشترينا أزهارا، وصلنا إلى مطار القاهرة ولكن تأخرت الطائرة قليلا فشعرنا بالقلق، جلسنا ننتظر أبي بجوار أمي. طيب هم قالوا إن هم عملوا إن هو الصبح يوم الخميس عملوا أيقظوا مامتهم، تمام كده، عشان ما يتأخروش إن هم يستقبلوا مين؟ باباهم في المطار. طيب ولبسوا هدومهم وارتدينا ملابسنا واشترينا أزهارا، وصلنا إلى المطار القاهرة ولكن تأخرت الطائرة قليلا فشعرنا بالقلق، جلسنا ننتظر ننتظر أبي بجوار أمي. طب وقت الحدث إمتى؟ سهلة يا ميس، هي وقت الحدث، فكروا كده، صباح يوم الخميس. ثانية كده أهو، صباح يوم الخميس، يبقى أنا هقول وقت الحدث إمتى؟ الصبح يا ميس يوم الخميس، صحينا كده يوم الخميس كده ولبسنا ونزلنا، يبقى صباح الخميس. طب لما يقولك الحدث نفسه، الحدث هي الحدث نفسه يا ميس الذهاب للمطار لاستقبال الوالد، ان هم راحوا عشان يستقبلوا مين؟ باباهم، يبقى الحدث نفسه ماله؟ يبقى هنقول الذهاب الذهاب للمطار لاستقبال الوالد، هم راحوا عشان يستقبلوا الوالد. وهنا هنكتب بخط جميل عشان خطنا يكون افضل. وبكده احنا خلصنا الاربع امتحانات، وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقكم وعلى خير ان شاء الله، واقابلكم بقى الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.